إن شتموك واتهموك وتكلموا بعرضك وآذوك فأنت مخير بين القصاص عند الله وبين العفو عنهم، لكن تذكر دوما فمن عفا وأصلح فأجره على الله. أهل الجنة بأنهارهم وقصورهم وثيابهم وطعامهم وشرابهم يتحسرون على ساعة لم يذكروا الله تعالى فيها، لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. إن راودتك نفسك على معصية الله عز وجل فلا تعصي الله عز وجل بنعم الله عليك، ابحث عن نعمة من غير الله لتعصي الله بها، وما بكم من نعمة فمن الله. جميل أن تضحي من أجل صديق، لكن المهم أين الصديق الذي يستحق التضحية؟ فإن وجدته فتشبث به، فإنه عدتك في الدنيا والآخرة. لو أن السماوات السبع وما فيها والأراضين وما بينهما جعلت في كفة في الميزان، ولا إله إلا الله جعلت في كفة أخرى، لرجحت لا إله إلا الله فأكثر من أعظم كلمة. إياك ثم إياك ودعوة المظلوم عليك. تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. لا تعطي الناس وعدا لست أهلا له، فإن الناس يبنون أحلامهم على وعودكم، ولا تكثروا من الوعود فإن الوفاء صعب. يقول ابن الجوزي رحمه الله: كم ضيعت الغيبة من أعمال الصالحين، يصلي يصوم يذكر الله يقوم الليل يعمل الصالحات ثم يغتاب ويضيع هذه الحسنات. أغلب الناس الجزء الأول من حياتهم مع والديهم، والجزء الثاني من حياتهم مع أولادهم، فإن أحسنوا في الأولى أحسن إليهم في الثانية. بروا آباءكم تبركم أبناءكم. اجعل بينك وبين الله سرا خبيئة، عبادة لا يعلم بها أحد من الناس، من صلاة أو صوم أو صدقة أو ذكر، فستنفعك عند الله تعالى. قد نستغرب أن الدنيا أعطاها الله عز وجل للمؤمنين وغير المؤمنين، وقد تفتح على الكافرين وتضيق على أهل الإيمان. هكذا هي الدنيا، يعطيها الله من يحب ومن لا يحب. أما الآخرة جعلها الله خالصة للمؤمنين. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم يشتكي كثرة العيال وقلة الرزق، فقال له إبراهيم: ابعث إلي منهم من ليس رزقه على الله. فسكت الرجل وفهم الرسالة.